كل فلوس تركيزك. جايه لي عايز اوفرها عشان اعمل حاجه في العربيه، واشتري جنط، اشتري فرد الكاوتش، اعدل العربيه. فما عملتش حاجه غلط، الحمد لله، كرم ربنا علينا ده طبعا يعني، وابويا وامي دعاهم وتربيتهم. لا، ما هي دي اهم حاجه اصلا، إن الناس لازم تنمي عيالها. ايه لو انت هم شفت عنده الحته دي ساعده واديله الحته دي. بس هي امان ما بتبقاش كده، لانه بيبقى دايما الاهل خايفين على عيالهم، لان الموضوع العربيات والسباق واللطه بتاعت العربيات دي بتبقى خطره، لان برضو اهالينا او اكشلي اهالي العيال الصغيره دلوقتي اللي هو احنا، او يعني جيلنا وما اكبر شويه، دول اللي كانوا عايشين ايام مرغني وايام رامي وماجايفر ومش عارف مين وبتاع، والسباقات والحوادث اللي كانت، بس ما كانش في حوادث مرعبه زي دي. لا انا بقولش انا بقول الجيل ده احنا شفنا ايام سودة اللي كانت جايه لنا. والله ما كانتش سودة. ايه يا مان، لا 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 ازاي؟ لا 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 كان في تخييشات ما فيش يعني بدون دخول في الحته دي ومن غير بس عشان انت غيران على لا بس على الليله. بس خلي بالك النهارده الجيل ده كان عنده وعي جامد جدا وفاهم العربيه دي وفاهم اخرها فين وسقفها فين. بس انت خايف. كان في زمايله اللي بيقلدوهم ما كانوش فاهمين وما عندهمش الوعي وكانوا بيخيشوا. بس انا بتهيألي هو ايوه، لا اللي هو بيقولوا 100% صح. بص الجيل اللي انت بتتكلم عليه، الجيل القديم ده، انت غيران على اصحابي. لا الجيل اللي انت لعبوا فيها، الجيل اللي انت كنت بتقول عليه ده كان جامد. دلوقتي بقوا محترفين قوي، لان هم اتعلموا على قديم وتعلموا بايديهم، فطالعين دلوقتي عارفين كل تفه في العربيه شغاله ازاي. انا بتكلم بقى على اللي كانوا بيقلدوهم، واللي كانوا بيقلدوهم بقى كانوا بيقعدوا يهيسوا، كانت الدنيا كان في عك مخيف. عشان كده بنحاول نساعد وتحاول تقول له خد المعلومه الصح، خد الحته المظبوطه، خد الجزء اللي لازم يكون موجود فيه. فهي دي الحته اللي لازم تبقى يعني فيها حته كده. ماشي، بس نرجع للي انا كنت بقوله لك او اللي كريم كان بيقوله كمان، انه الجيل بتاعنا اللي عاش الايام دي وشاف ده هتلاقيه خايف ان ابنه اصلا يتلطف في موضوع العربيات، لانه كل اللي في دماغه ده هيقعد يجري في لو ياخد غرز في الشارع وبتاع. فايه ده لا ايه ده بقى كده، فاهم؟ فطبيعي لا ممكن تطمنهم بقى وتقول لهم ان دلوقتي في حلبات مش زي زمان، وفي سيميليترز. في سيميليتر دلوقتي حدوته يعني سيميليتر دلوقتي. السيميليتر ده يا جماعه اللي هو بيبقى في اوضه نوم العيال، اللي هو بيبقى فيه ديركسيون وبنزين وكده. بس نوم العيال برضه يا عم ازاي؟ لا في واحد زي بتاع وكيل، مش وكيل فتح. وايوه ده، بس ده برضه تجاري. انت بتوصل منه ان ماكس فيرستابن بيسوق بطولة العالم على السيميليتر. ايوه بس انا بشرح للناس اللي هم بيشوفوه في مش بتاع العيال. ما بس العيال عندهم. ما انت زعلان ليه؟ عشان ده ممكن تبقى بطل عالم فيه. ما تبقى بطل عالم. انت بطل عالم ده مش كان عيل في يوم من الايام؟ ايوه بس مش لعبه، مش لعبه جنب السرير. خلي بالك في فرق بين اللعبه وبين انه احترافي. يعني انت من الجهاز البي اس ده ممكن تطلع منه لعبه تلعب، وممكن توصل لبطوله العالم. يعني السيميليتر عند وكيل مثلا، المكان اللي هم عاملينه عمل بطوله دريفت، وطلع من السيميليتر ده دريفترز النهارده بيسابقوا كريم هاني، اسامي كتير. يعني انا ما بقولش على فكره، انا مش بقلل منهم، بس انا بقول لك يعني انت ابنك مش هتجيب لي بقى ده بعد ما نخلص مش هتجيب لك اخده على عربات الراجل. خلاص باشا هيكتشف بعض على الرمله هنا وجاب على عماله ولا ما بتهزش يابا. وتصورنا برامج. طب ثانيه واحده، انا رجعت في كلامي عشان حسيت ان هو ممكن لا احنا هنعمل حاجه مختلفه. هدخلك حاجه خطيره جدا. اركبك عربيه الرالي اللي بنسابق بيها هنا في مصر، الكسبانين بيها كذا بطوله، والجو بس يظبط عشان انت برضه راجل فنان كبير وبرضه بنخاف على بشرتي. ايوه عشان ما يحصلهاش اي حاجه من التسلخات في الشمس. تسلخات في الشمس. فهنعمل ايه اول ما الصيف ان شاء الله يخلص والجو الجميل ده يهدى علينا بقى كده؟ هنطلع حته عظيمه خلاص، هنروح الفيوم، مش هنروح حته بعيد، وهنركب عربيه الرالي. وده وعد يا جماعه قدام الكاميرا، تحدي صغير. استاذ كريم هيبقى معانا برضه، حضرتك بتراقبنا في العربيه بتاعت التيم مانجر. ماشي. والباشا هيقعد جنبي مكان الكوبايلوت الملاح. خلاص، لبسك اللبس الحلو بتاع الامان. تمام. والخوذه الحلوه. تمام. ونجيب لك وهنصور الكلام ده يا جماعه. باشا حصل قوي اصلا. حصل باشا دن خلاص، ما بنرجعش. حصل. تمرينك جاي انت معانا. ماشي. ونتفرج على الرياكشنات الحلوه كده. يعني برضو من الحاجات اللي انا عملتها في فتره من الفترات. لا عجبك
عملنا مش هننط دوس بنزين، بالطيارات سيبها على ربنا، هننط بالطيارات وهنعمل على إيه؟ الله سيبها على ربنا. على انت وشك سمع وانا عايز ابيع لك. على الله. تعالى يا باشا. انا بس عايز اعرف ده ايه علاقه ده ان احنا ايه اللي ودانا من السيميوليتر لده؟ مش عارف. هو عايز يتحداني وخلاص عشان قلت هو عيال. انت بتتحدى كنت في عشان ايه؟ قلت عيال لازم يعني انا تخيلتك هتقول لي مثلا هاخده معايا المره الجايه في سيميوليتر بقى. عشان أقلبه. لا لقيتك هاخده في ريلي. طب ايه يركب علاقه؟ عربيه الرالي وينبسط، ياخد ايه ده معاك تمام. هتنبسط والقعده جوه مع الاحساس الجميل مع الطبيعه الحلوه.